بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه بجد يعني حاجه الواحد مستغرب ليها. المكنه دي موديل 22 كانت حرقه ملف كهرباء. طبعا صاحب البايك راح لفني قريب منه ركب له او عدل له الملف بتاع بلسر 200 ان اس. طبعا الملف بيركب على طول بدون اي تعديل، يعني ملف ال 200 ان اس بيركب على طول بدون اي تعديل غير الفيشه فقط. كليبسات الفيشه هي اللي بتتغير فقط، لكن اجزاء الملف نفسها ما بتتغيرش او ما فيش تعديلات في الجزئيه دي. ما علينا، المهم ان صاحب البايك سمع صوت غريب بعد تركيب الملف. المهم صاحب البايك جالي، لقينا لان الباشا سايب الملف سايب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، والمسامير فكه بالشكل ده كده. امسك الوش ده كده، امسك الوش نفسه. شايفين يا جماعه الملف سايب بالشكل ده. طبعا الملف لما ساب فضل ياكل في حل المغناطيس او المانياتو، كل الحديد اللي بيكون على المغناطيس نفسه بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا جماعه. كله خلى المغناطيسه بانت بالشكل اللي احنا شايفينها دي. طبعا كل المانياتو. طبعا مانياتو ال 22 غالي جدا ومش موجود بسبب فني عديم الضمير اللي هو يسيب حاجه الناس بالشكل ده. طبعا بيكونوا عدماء الخبره في هذا المجال، وبالتالي بيضرهم اصحاب البايك. يعني محدش بيتضر في الموضوع ده غير صاحب البايك. الشكل اللي احنا شايفينه ده يا جماعه ده يرضي ربنا، يعني ده يرضي ربنا. الملف يفضل سايب بالشكل ده ويضر لي الحله بالشكل ده. قطع يا جماعه، قطع الصاج بتاع الحله ده بيكون متغطي، الجزئيه دي بتكون متغطيه صاج بالشكل ده. كل الاسمر اللي احنا شايفينه ده يا جماعه كل ده المغناطيسه بتاعه الحله اللي هي بتنتج فيها عمليه توليد كهرباء مع الملف. كلوا بالشكل ده بسبب فني عديم الخبره وعديم الدين اللي هو يسيب حاجه الناس بالشكل ده ويضرهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، وده طبعا يعني ممكن يكون فيديو تنبيه لاي فني اللي هو ياخد باله من رباط اجزاء المحركات بالذات يا جماعه، الاجزاء اللي بتكون في الداخل، لان ده طبعا بيضر معانا حاجات كتير ومحدش بيشيل الليله دي في الاخر غير صاحب البايك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.